عليكم. وزارة بن موسى تبقي على سن 30 كشرط أقصى للمباريات. حمد الله يعتذر للجمهور المغربي. الملك يدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في الصحراء المغربية. الحكومة تواصل دعمها للغاز والقمح والسكر. ما تنسوش الإخوان أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس الجرس وتضغطوا على لايك باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد. أما الآن فإلى التفاصيل. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة عن فتح باب توظيف أساتذة وأطر إداريين على مستوى عدد من الأكاديميات الجهوية، مبقية على شرط تسقيف السن الذي سبق أن أثار جدلا واسعا. وبحسب قرارات التوظيف لعدد من الأكاديميات الجهوية، فقد اشترطت الوزارة ألا يزيد سن المتبارين عن سن 30 عند تاريخ إجراء المباراة. وسبق أن أعلن الوزير شكيب بن موسى استعداد وزارته لفتح باب توظيف 20,000 أستاذ وأستاذ من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمساهمة في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها عدد من المؤسسات. وقد أثار قرار تسقيف السن جدلا واسعا على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعية والحقوقية وحتى الدستورية، لأنه يبقى مبرر مردود عليه بدراسات أخرى مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة. ومن جهة أخرى، قام اللاعب المغربي الممارس في الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله خلال مروره مساء اليوم الأحد بأحد برامج قنوات MBC بتقديم اعتذاره للجماهير والمسؤولين المغاربة بعد حادثة مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني المغربي سنة 2019 قبل أيام قليلة من كأس إفريقيا. وصرح اللاعب عبد الرزاق حمد الله: أقدم اعتذاري للجمهور المغربي والمسؤولين على ما حدث سنة 2019. قمت باقتراف خطأ كلفني الإبعاد عن صفوف المنتخب الوطني المغربي ل3 سنوات. وأضاف: أعتبر مغادرتي لمعسكر المنتخب الوطني المغربي نقطة سوداء في مسيرتي الكروية، وكان من المفترض ألا أقوم بذلك بغض النظر عن الأسباب. أي لاعب يحلم بلعب كأس العالم، وقد فتحت صفحة جديدة منذ تعيين وليد الركراكي ناخبا وطنيا. وأضاف: أعتبر مغادرتي لمعسكر المنتخب الوطني المغربي نقطة سوداء في مسيرتي الكروية، وكان من المفترض ألا أقوم بذلك بغض النظر عن الأسباب. أي لاعب يحلم بلعب كأس العالم، وقد فتحت صفحة جديدة منذ تعيين وليد الركراكي ناخبا وطنيا. وفي ذكرى المسيرة الخضراء، وجه الملك محمد السادس مساء اليوم الأحد خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة. ودعا الملك محمد السادس القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. يدعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. كما ندعو لفتح آفاق جديد أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. شعبي العزيز. كما دعا جلالته إلى فتح آفاق جديدة أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. وفي رده عن أسئلة البرلمانيين، أكد الوزير المنتدب وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي الأقجع على أن الحكومة مستمرة في دعمها للمواد الأساسية. وقال: لقد خصصت الحكومة 40 مليار هذه السنة في صندوق المقاصة، منها 25 مليار لدعم المواد الأساسية و15 مليار استثنائية
مرتبطة باستيراد القمح ولدعم قطاع النقل. وأضاف إن مشروع قانون المالية 2023 وضع 26 مليار كنفقات للحفاظ على دعم المواد الأساسية لكي تبقى قنينة الغاز ب40 درهما ويتم الإبقاء على الثمن الحالي للسكر والقمح. والسلام عليكم.